السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. قلبي يقطر دما، قلبي يقطر دما. كان بودي ان انا اقول لحضراتكم انه كان في اداء مشرف النهارده للنادي الاهلي. كان بودي اقول لكم ان المباراه كانت بين اقدام لاعبي الاهلي. كان بودي اقول لحضراتكم انه الاهلي يعني كان قريب قاب قوسين او ادنى. الجنرال حظ لم يكن مع الاهلي، ولكن كل هذا لا استطيع ان اقوله. في الشوط الثاني الاهلي شط داون، الاهلي نزل خالص. فالفريق البرازيلي اللي كان بيلعب بطريقه برازيلي كان بيلعب زي ما بنقول كده تجاري على قد الماتش وينقلوا الكرة. يا جماعه الاهلي كان بيلعب قدام فرقه في اوقات كتيره اللاعب مكسل يروح يلعب الفاول، اللاعب مكسل يروح يلعب الاوت، اللاعب يعني وبينقلوا مع بعض كوره بطريقه غريبه جدا، كانه الغرض من المباراه ان هم ينقلوا كوره برازيليه ممله جدا. الاهلي للاسف ما طمعش في الماتش، وده اللي انا حذرت منه من يومين. قلت لهم يا جماعه البطوله مش ماتش الاتحاد بس، البطوله فيها ماتشات تانية. الاهلي لم يقدم اعظم اشيائه، كهربا لم يقدم اعظم اشيائه، حسين الشحات الكرة بتاعته جربها 4-5 مرات، وفي ال4-5 مرات كان في بيبان واقفة قدامه. امام عاشور لم يقدم احسن ما عنده، القائد الشناوي لم يقدم احسن ما عنده. تحس ان هو الفرقة ديت عارفة نتيجة الماتش من الكنترول، وجايين مستنيين بس في دقيقة مثلا كذا ودقيقة كذا هيجيبوا فيها الاجوان ويروحوا. بيلعبوا بهدوء شديد. يعني الناس ديت لو وصلت لمرحلة ان هم لعبوا مع مانشستر سيتي هيتغلبوا 3-4. فرقة من دار المسنين. يعني هو الراجل جه في الشوط الثاني طلع 5 لعيبة خلاص، يعني اللعيبة يعني عايز يروح تعبان. لعيب فيه عنده 40 سنة، فطلع ال5 ونزل 5 صغيرين. ال5 الصغيرين عملوا ايه؟ بهدلوا الدنيا. الاهلي لم يحضر، واللي اغرب من ده كله ويجب ان الوم عليه لوما شديدا جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي النهارده كان يشاهد المباراه زينا بالظبط، كان في حاله متاخد، كان في حاله لا يشجع، كان في حاله هاديه جدا اقل من الطبيعي وغير الطبيعي. فالاهلي اليوم لم يكن موفقا، وتاريخيا عنق الزجاجه، عنق الزجاجه اللي كل مره الاهلي مش عارف يعدي منها. كان نفسنا ان العنق ده والزجاجه ديت يقدر الاهلي يعدي منها، انه لم يعبر اليوم الاهلي. مباراه بجد سيئه، بجد قلبي يقطر دما. انا كنت قاعد يا جماعه قلبي هيطلع من صدري، متوتر جدا. وبعدين الكم فرصه اللي الاهلي ضيعها في الشوط الاول غريبه. في فرصه كانت بثلاث تجوان، 3 تجوان في فرصه واحده، 1 2 3، في 3 كانوا هيحطوا الجول ومحدش عمل حاجه. الاهلي في الشوط الثاني كان مرهقا ارهاقا شديدا. اللعيبه خلاص، كهربا خلاص، امام عاشور خلاص، معلول خلاص، كله خلاص. هارد لك للنادي الاهلي. كان نفسنا ان هو يعمل شيء تاريخي، لكن تاريخي رفض النهارده. والفريق البرازيلي بصراحه لعبونا بطريقه من اغرب. انا كان معايا ناس بتتفرج يقول لك هم بيلعبوا كده ليه؟ قلت له هو بيلعب كده. على فكره البرازيل خسرت عمرها كله كده، ان هو ينقل الكور القصيره. يا جماعه الجون بتاعهم ولا مره شاط كره لقدام، الكره اللعيبه بتطلع بيها لازم يطلعوا يسلموا بقى مساء الخير اتفضل الكوره، مساء النور هات. في رعاية الله وحفظه.